اللي يحبوا الكاطو هذاك اللي يجي خفيف بزاف وهشيش يذوب في الفم لدرجه ما تقدرش تحكمه في يدك، هذه الوصفه هي اللي راح تعجبكم. هذه الحلوه تاع النشا بزاف بنينه وبزاف هشيشه وتذوب في الفم. نفوتوا المقادير. نسحقوا 250 غرام زبده طريه، درت لها كاس سكر ناعم، انا درت نص مغرفه تاع لافاني ورشه تاع الملح، درت 2 صفار وبيضه يكونوا بحرارة المطبخ. ندي نخلطهم ومن بعد نضيف كاس إلا ربع تاع الزيت بالتدريج. راح تجي تذوب في الفم ذوبان. انا لدرجة اني ما قدرتش، يعني بعد ما طابت ما قدرتش نهزها من البلاجيت كيما الغريبية، لازم تخليوها تبرد. بعد ما يتخلط المزيج بهذا الشكل يولي كيما كريمة الزبدة، نضيف النشا. هنا جبت الكاس الاول تاع النشا، واكيد غربلوا المكونات الجافة، ونزيد نص كاس، يعني درت كاس ونص تاع نشا، ونخلطهم. ومن بعد نضيف الفارينة. هنا جبت الكاس الاول تاع الفارينة ومغرفة صغيرة تاع خميرة تاع حلويات، هذيك المغرفة تاع الحليب هنا للاسف ما بانتليش. نخلطهم دوك في الاخر نقولكم شحال دات لي الفارينة. هنا جبت الكاس دوزيام وضفته، ونخلط. هنايا لازم نتولهم مليح من الفارينة لانه قاطو نشا ما يحبش يجي ناشف، لانه وحده راح ينشف من بعد. هنا زدت نص كاس، ومن بعد كي سيت هكذا لقيتها بلي مازالت محتاجه، كملت الكاس. صافي هنا راني دايره 3 كيسان. ومن بعد كما راكم تشوفوا هنا لقيت العجين تاعي مازال شويه ناقصو، لازم تحصلوا على عجينه طريه ما تلصقش في اليد بزاف. هنا زدت هذا الرشه تاع الفرينه، هذا مكان يعني دات لي 3 كيسان، وهذا شويه اللي زدتها دوكا. وكل فرينه كيفاه، قادره تاعي تكون 3 كيسان، قادره تاعكم تكون 4 كيسان. لازم تشوفوا هذا القوام. ودوكا راح تزيد تنشف، على هذه ما درتهاش شاده روحها بزاف، درتها في هذا القمع وشكلتها بهذه الطريقه، درتها بشكل طولي. وبعد ما كملتهم حكمت الاطراف، سقمتهم بهذا الشكل، وندخلها طيب على فرن مسخن على 180 درجه. شعلولو غير من التحت، ما تشعلولوش من الفوق باش يجي بيض. ودرت هذا الشكل الثاني، الشكل الدائري، وشكلهم بالطريقه راكم تشوفوا فيها موضحه في الفيديو. هذو المدورين ندخلهم يطيبوا على 160 درجه لانه شويه خشان، ماشي كيما هذوك يطيبوا ليه. وشعلوا لهم ثاني غير من التحت، ما تشعلولهمش من الفوق. واللي يحبوهم محمرين يشعلوا من الفوق ومن التحت. شوفوا هنا بعد ما خرجتهم الفور راهم بزاف هشاش، ما خليتهمش حماروا من الفوق، يعني داو تحميره خفيفه من التحت نحيتهم. وشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، جاوا روعه، خفيف بزاف وهشاش يذوبوا في الفم. وخليتهم كيما راهم، ما درت لهم ني شيكولا ني كونفيتير ني والو، لانهم بزاف هشاش وبنان. انا هذو طوال كنت حنلصقهم بالكونفيتير وندير لهم شي حاجه، وليت خليتهم لانه اصلا راهم بزاف هشاش ما نقدرش نتحكم فيهم. نتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم وجربوها ورجعوا لي بالخبر.